السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الفل والورد والهنا والياسمين، وصباح الفل وصباح الورد وصباح الهنا وصباح الياسمين على حسب التوقيت اللي بتشوف في الفيديو، من خارج مصر ومن داخل مصر. طبعا كلكم حبايب قلبي وكلكم على راسي من فوق. الله يديمكم نعمة في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وصحة وهنا وسعادة يا رب كده. يجعلها ايام كده مفترجة علينا وعلى امة محمد، وينعاد عليكم كده رمضان باليمن والبركة، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى يا حبايبي جيت لكم بفيديو جديد. هو الفيديو بقى هنعمل النهارده بقى ايه؟ النهارده يعني الفيديو ده كان اول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض بقى الفطار النهارده. وباذن الله باذن الله كده هيعجبكم ومش هتملوا مني ابدا. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين انا كنت مطلعه الحاجات دي على بيات. كنت مطلعه الكرنب كان عندي في الفريزر، وكنت مطلعه اللحمه عشان تفك وكده. الصبح بقى طبعا انا كنت مشطبه المواعين ومخليها مطبخي زي الفل، بحيث لما اقوم الصبح بقى الاقي الدنيا زي الفل معايا، ما يكونش في حاجه متكركبه في قلب المطبخ. اول حاجه زي ما انتم شايفين بقى ايه، رحت بقى شايله الكرنب من الاكياس، حطيته في مصفى كده، غسلته وحطيته في مصفى كده، وقمت انا راكناه كده في جنب. بعد كده قمت انا عامله ايه بقى، على طول جبت بقى اللحمه عشان هي تاخد، لان معرفش هي هتاخد سوا كتير ولا لا. فاول حاجه علقت عليها هي اللحمه. مسكتها بقى قطعتها وغسلتها يعني ايه، غسله بسيطه كده. بعد كده بقى ايه، جبت حله حطيتها على النار ونزلنا مع بعض بايه، بشويه زيت، عشان نلوح اللحمه كده. ما بحبش اغليلها ميه، لازم اديلها تلويحه كده بالفلفل الاسود والبهارات بتاعتها. حطيت اللحمه بقى ونزلت عليها ببهاراتها، ورق لورا وحبهان ومستكه وقرنفل ولومي اللي هو الليمون وشويه فلفل اسود، ومسكتها بقى ايه، شوحتهم كلهم كده، وسبتها بقى تاخد وتدي نفسها كده بقى مع البهارات شويه، يا دوبك كده هتنشف، يعني تصفي الميه بتاعتها وتنشف كده. واقوم نازله عليها على طول بالميه السخنه، وزي ما قلت لكم قبل كده يا ريت ما نحطش على اللحمه ميه بارده، علشان خاطر ما تكشش وبالتالي مش هتستوى كويس، يعني هتغيب على ما تستوى. تمام. فبصراحه بقى ايه، رحت مشوحاها تشويحه كده بقى وحطها على نار هاديه. وتعالوا بقى نعمل انا وانتم مع بعض بقى ايه, صلصه المحشي. حطيت بقى طاسه على النار كده، ونزلنا على طول بايه، ببصلايتين كبار. انا كان عندي بصليتين متوسطين كده، نزلت بيهم. انتي بقى ممكن تغني لو عندك بصلايه كبيره كده حلوه تحطيها بدلهم. نزلت بقى على طول بشويه زيت في قلب الطاسه، وبعد كده نزلنا على طول بالبصل، شوحناه تشويحه محترمه كده، وبعد كده نزلنا على طول بالطماطم. هنا بقى ايه، كنت بشوف اللحمه، وكنت بديلها تقليبه كده محترمه. كانت يا دوبك الصلصه بقى استوت، يعني كانت قربت كده في السوا، رحت نازله عليها ببهاراتها. حطيت بهارات مشكله وملح وفلفل اسود وشويه كمون. بعد كده على طول نزلت عليها بالخضره، شبت وكزبره وبقدونس. تقليبه كده بقى حلوه. طبعا كنت غاسله الرز ومصفياه علشان خاطر انزل عليه على طول بالصلصه. هنا بقى كانت اللحمه خلاص يعني خدت تشويحه حلوه كده، ورحت نازله على طول بيها بالميه السخنه علشان خاطر ايه، تستوي معايا بسرعه. يعني ما نزلتش بالميه البارده، لان الميه البارده مش هتخليها تستوي اصلا. فالمهم هنا بقى ايه، بعد ما صفيت الرز كنت غسلاه ومظبطاه بقى، رحت نازله عليه على طول بالصلصه. انا خدت بقى معلقه صلصه من التخديعه بتاعه المحشي ده، هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل بيها ايه. قلبتها بقى تقليبه حلوه كده، ويلا بينا نحشي مع بعض. هنا بقى كنت بدات احشي كرنب. بصراحه كنت نزلت دورت على كوسه وبتنجان ما لقيتش، فحشيت كرنب بس. وهنعمل مع بعض بقى ايه، شويه باميه حلوين كده. بس انا عايزه اقولك بقى، لو انت وصلتي معايا لهنا ولسه مش مشتركه في القناه، يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتحط لي كده لايك حلو كده زيكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هنا بقى كنا خلصنا يا دوبك اهو، حطينا بقى المحشي. كانت اللحمه بقى ايه، استوت. اللهم صل على سيدنا محمد. وكان المحشي كنت خلاص خلصت المحشي بقى، حطيت عليه شويه ملح وصوت، وزودته بقى شوربه. عارفين الصلصه اللي انا خدتها، معلقه الصلصه اللي انا خدتها، حطيت عليها كبشيتين كده شوربه،
ورحت نازله عليها بالمحشي، بتدي طعم تحفه تحفه. هنا بقى كنا خلاص خلصت اللحمه وكانت استوت خالص، هي كنت بوريها لكم، حطيت لها بقى ملحها تغلي غلوتين بقى، وبعد كده اطفي عليها. كنت سايبه بقى المحشي كده يغلي، واللحمه برضو كنت عاطيلها تغلي غلوه عشان اطفي عليها. هنعمل مع بعض بقى شويه باميه. انا مش من محبوبين يعني الباميه قوي، بس قلت اعملها كده جنب المحشي يعني. المهم بقى عندي حله بقى، نزلت بيها شويه زيت، ونزلت عليها بمعلقه بقى تومه كبيره كده مفرومه حلوه، ونزلت عليها على طول بالطماطم. قلت بقى لما تاخد وتدي كده مع نفسها، تعالوا مع بعض نعمل مع بعض العصير. هنا بقى كانت المحشي خلاص اتظبط بقى، ويا دوبك اهو قمت انا موطيه عليه بقى، ياخد بقى ويدي كده مع نفسه. تعالوا بقى نعمل مع بعض العصير. ده كان عندي مانجا كنت مخزناها في قلب الفريزر. هنعمل مع بعض بقى عصير مانجا. زي ما انتوا شايفين طلعتها بقى تفك كده وقشرتها. وبعد كده بقى ايه، حطيت عليها سكر وطبعا وفرمتها، بس ما كترتش السكر لان المانجا اساسا كانت مسكره. فالمهم فرمتها بقى، وقلت بقى اصفيها. انا بحب برضو حتى لو مش عاملاها بقشرها اصفيها برضو، بيبقى فيها كتل كده، بعد كتل كده صغيره. المهم بقى ايه، هنا خلاص كنت خلصت بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. لو انت بقى لسه يعني وصلت لهنا ولسه ما حطيتيش اللايك، حطي لي بقى كده اللايك، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. المهم هنا بقى خلاص كنت بصفيها هنا اهو، خلصتها بقى. قلنا هنعمل مع بعض بقى السلطه. كان عندي فلفل وكان عندي خيار وطماطم، فعملت بقى تشكيله حلوه كده من السلطه. طبعا السلطه اساس في رمضان، بتبقى جميله جدا وخفيفه على المعده. المهم هنا بقى كنت خلاص خلصت اهوت، وكانت بقى التقليه بتاعه الباميه خلاص استوت اهي، الصلصه كانت استوت خلاص واتظبطت، نزلت عليها بالباميه على طول، اديتها تقليبه حلوه كده. بعد كده لما لقيتها بدات تفك كده، حطيت لها بقى ايه كبشتين كده من الشوربه. وقلت لها بقى خدي ودي كده بقى مع نفسك. المهم بقى هنا كنا خلاص خلصنا، والاذان كان ادن بقى، وحطينا الفطار. اتمنى منكم بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.